السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. هعمل العيش الفينو يا جماعة بتاع المخابز للمدارس. زي الفرن بالظبط كده، مش هزود ولا اقلل، يعني عيش اقتصادي خالص يعني. بس هيكون طبعا مضمون، انت عارفة اتعمل من ايه، معلهوش محسن. هيبقى كويس يعني، هتشوفوه ان شاء الله يعجب. حطيت نص كوباية زيت. هحط 3 كوبايات مية. حطيت 3 معالق سكر. حطيت معلقتين كبار خميرة. هقلب كل المكونات دي كلها مع بعضها. حطيت معلقة صغيرة ملح. يبقى حطيت نص كوباية زيت، 3 كوبايات مية، 3 معالق سكر، معلقة صغيرة ملح. قلب كل المكونات دي كلها مع بعضيها، وهنخل الدقيق وهحطه على الميه والزيت والملح والسكر. هقلب كل المكونات دي كلها مع بعضيها تقليبه كويسه، يعني الم الدقيق ب3 كوبايات الميه دول. انا هعمل يا جماعه كيلو ونص، كيلو ونص دقيق. عشان كده كترت يعني حطيت الميه، يعني لأن انا واثقه ان هو هياخد اكتر من كده ميه، يعني هياخد حوالي 4 كوبايات ميه، 4 كده. ابص الكوبايه الرابعه بقى بزودها بالراحه حبه حبه، والم بيها العجينه وتن اعجن في العجينه. لازم العيش الفينو يبقى معجون كويس جدا، يعني لازم الدقيق بتاعه يكون الدقيق بتاع الفطير اللي هو فيه عرق جامد ده. واقعد اللي هو مثلا بيبقى مكتوب عليه استخراج 72 بصرف النظر عن نوعه، يعني ايا كان نوع الشركه اللي بتنتجه او بتعبيه. هحط حبه دقيق يا جماعه، الم العجينه كويس جدا، والتها كويس جدا. انا قلت يا جماعه ان انا حطيت في المقدار 3 كوبايات ميه، 3 معالق سكر، حطيت معلقتين كبار خميره، نص معلقه معلقه صغيره ملح. وهعجن كل المكونات. بص يا جماعه، اعجن كده والم فيها وادخلها كده جوه بعضيها. اعجنها كويس جدا. يعني لازم يكون العجين بتاع العيش الفينو ده عجين معجونه كويس جدا يعني. هسيبها بقى دلوقتي هتخمر حوالي نص ساعة. الجو حر وهسيبها تخمر حوالي نص ساعة. انا عجنتها يا جماعة بمية من الحنفية، مية بس، ما حطيتش عليها اي حاجة. وهتشوفوا جماله بسم الله ما شاء الله. هو اختمر كده. هننزل الخمر اللي فيه كده وانضف البلاستيكة وانا باخد كده عشان ما تبقاش ملحوسة وتحط فيها عجين، يعني اهدر العجين. هقطع بقى ايه على قد الحجم اللي انت عايزاه. عايزة تعملي عيش ميني صغير كده اعمليه، عايزة تعمليه كبير اعمليه. تعملي كايزر اللي انت عايزاه بقى، تشكلي من العجينة دي اللي انت عايزاه كله. اه بسم الله ما شاء الله اهوت. ممكن تعملي منها كمان بقسماط، هيبقى جميل جدا. اهو بصوا يا جماعه، انا قطعت اللي هو هعمل كايزر صغير. هقطعه كده على طول واحطه في السمسم والحبه السمرة ديت حبه البركه، واحطهم. ادهن الصينيه زيت يا جماعه. لو مش هتحطي ورق زبده، هتدهني الصينيه زيت وتبعدي عنهم في المسافات عشان ما يلزقش في بعضه ويطلع يعني اخد من بعضه وكده. انا دهنه الصينيه كويس يا جماعه زيت، يعني حاطه لها معلقتين كبار كده. الصينيه او الصاج تحط لهم معلقتين حلوين كده زيت عشان ما تلزقش وتلميها بسرعه. دي كل الكميه غير اللي انا حطيته في الصينيه يا جماعه. او غير دول يا جماعه اللي على الطبليه، وغير المجموعه دي. حطيت نقطه زيت صغيره كده. مش هستخدم دقيق خالص ولا هاجي يم الدقيق علشان ما يطلعش وشه يعني مش احمر كده وحلو يطلع يعني عليه دقيق. لا، مش هتستخدمي دقيق تاني خالص. بصي تبططيها كده وتلميها وتقفليها، يعني تحاولي في اخرتها كده تكون زي مستطيل، يعني تبرميها كانها مستطيل في الاخر كده. تجيبيهم على بعض الحتتين على بعض، وتقفلي بقى كانك بتقفلي ايه بسم الله الرحمن الرحيم. تقفلي عليها جامد، يعني كأنك بتقفلي القطايف كده. والحرف برضك تتنيه كده على جوه علشان ايه اما تخمر منك ما تبقاش شكلها مفتوح ووحشه كده. اهو بصوا يا جماعه، اعملها كده. انا هعمل كام واحده علشان واحده تبقى كويسه تعجبك قوي تقفلي بطريقتها. واحده تبقى حلوه قصدي تعجبك تقفلي بالطريقه بتاعتها، وتحطي تحطي في الحبة السوداء وتحطي في السمسم. يعني بس بفضل وانتي بتحطها كده تبلها نقطة مية صغيرة كده عشان تلزق فيها.
بس انا ما بلتهاش. بصوا يا جماعه اهو بردك كده اعملها، اتنيها ابططها واتنيها لجوه واخرج منها الهواء، يعني اتنيها على جوه واتك عليها. بصوا يا جماعه كده. واقفلها كويس جدا. لازم اهم حاجه القفل ده علشان ما تتفتحش منك الرغيف ويبقى شكله وحش. او تبرميها كده وتسويها وتحطي على القفل، تخلي القفل تحت على الصينيه من تحت، ما تخليهوش لفوق عشان ما تفتحش منك. وما تبططيهاش، تخليها مدوره عشان يبقى لفوق كده، مش فرشه كده على الصينيه. لا. بصوا جميله هي، بسم الله ما شاء الله. اعملي ميني، اعملي كبير، اعملي صغير، اللي يعجبك اعمليه. اهو بصوا. وانا ببططها كده بسويها من الجناب بحيث ان هي ايه تدي على شكل مستطيل شويه، يعني مش دائري كامل، علشان وانا بقفلها تيجي القفل كده مساوي. يعني ديت تعتبر احسن واحده انا عملتها وقفلتها كويس. هما كلهم مفيش حاجه اتفتحت، بس يعني انا ارتحت لدي قوي. يعني بصوا بلمها كده وادخلها بصوابعي كده علشان ما يبقاش فيها هوا من جوه. بصوا يا جماعه في منتهى الجمال. بصوا هتيجي على الاخر وتيجي انت بقى رافعه الحرف ده مساويهم ببعض. بصي كده جميله جدا كده. بصي كانها مستطيله كده، يبقى الحرف مساوي للرغيف كله كده. تبقاش حته طالعه بقى وحته نازله، لا. وتجيبي اخر الرغيف من هنا ومن هنا وتتنيهم على بعض. اهو كده جميل جدا، بسم الله ما شاء الله. لو جربتوه بالطريقه ديت بسم الله ما شاء الله، والله يا جماعه كان في منتهى الجمال. ما كنتش مصدقه انه يطلع بالجمال ده. انا كل مره كنت بحط بيض وبحط لبن، المره دي ما حطيتش اي حاجه خالص، ما فرقتش عنهم والله. كان في منتهى الجمال. واحنا بنقول اقتصادي بردك عشان المدرسه وفي نفس المدارس وفي نفس الوقت مش وحش، جميل جدا. اهو بصوا يا جماعه بسم الله ما شاء الله. انا عملت كميه بسم الله ما شاء الله. عملت حوالي 40 رغيف كبار على صغير، بس اكتره كبير من كيلو ونص دقيق وحبه زيت. بصوا يا جماعه الجمال، دي بس اللي انا دهنت وشها. بعد كده ما دهنتش وشه خالص، سبته كده بحاله. يعني صينيه واحده بس اللي انا دهنت وشها. بصوا يا جماعه هو ده شكله طالع من الفرن كده. خبزته على اعلى درجه حراره، كانت درجه الحراره اعلى درجه، وفي الاخر ولعت الشوايه شويه صغيرين خالص مع انه كان محمر يعني. اهو بسم الله ما شاء الله في منتهى الجمال والروعه. يا رب تجربي. عملت كل الكميه وعملت الميني، عملت منه ميني رغيف صغير يعني الميني باتيه ده، وعملت كايزر صغير وكبير. اه بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه جميل جدا للمدارس لاولادنا، نضيف، مفيش مواد حافظه، قصدي مفيش محسن، مفيش اي حاجه. في منتهى الجمال. لو نص كيلو هيكفيك يومين وثلاثه كمان. حاجه جميله بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله جميل جدا. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه دي. يا رب تكون وصفتي عجبتكم، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو، واتمنى ان انتوا تعملوا لي اشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.